مبسوطة بعدد الناس اللي بتشارك واللي بتعبر عن مخاوفها واللي محترمة تعبها النفسي او البانيك اتاكس زي ما احنا بنتكلم في الموضوع بتاعنا. في الحلقة الأولانية اتكلمنا عن ايه هو البانيك اتاكس، وقلنا ان هي anxiety about anxiety، خوف من خوف. واتكلمنا عن دورة حياة البانيك اتاكس، يعني هي بتبدأ ازاي وبتزيد ازاي وبتبقى خبرتنا معاها مع الوقت عاملة ازاي. اتكلمنا كمان عن 4 أكاذيب البانيك اتاك لما بيجيلك بيقولهم لك. واتكلمنا عن الطريقة اللي مخنا بيتعامل بيها وبيخلي الادرينالين يتخيل، مخنا بيتخيل في الوقت ده انه احنا بنحارب وانه في معركة كبيرة داخلين عليها، مع ان احنا بنبقى في امان. الحاجة اللي عايزة ابدأ بيها الحلقة دي ان البانيك اتاكس ما فيهاش اي خطر على صحتك. يعني عايزة، وفاكرين الفيلم اللي كان بيقول لك الدواء فيه سم قاتل؟ نفسي كده اقف عند الجملة دي اكتر من مرة واقول البانيك اتاكس ما فيهاش اي حاجة خطر على صحتك. انت مش معرض لاي مشاكل ممكن توقعك في انك تموت، ان يغمى عليك، انك تتجنن، مفيش اي حاجة من الحاجات دي هتحصل. فمحتاج تتكلم مع نفسك وتطمن نفسك لحاجة زي كده. في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم على ازاي نوقف البانيك اتاكس. واحدة من الخطوات اللي عايزين نتكلم فيها انك تاخد بالك ايه التريجرز بتاعتك. كل شخص بيبقى عنده تريجرز، بيبقى عنده محفزات، يعني حاجة بتزق شوية على ان انا اقع في الحفرة بتاعة البانيك اتاكس. من الحاجات الغلط انك تبدا تتخيل ان البانيك اتاكس دي بتيجي لوحدها، انا مش عارف ليه جه، سبحان الله فجاه كده وانا قاعد. لا، في حاجه حصلت واحنا عايزين نتعلم عن المحفزات دي. اشهر المحفزات هحكي لكم عن 5 محفزات. المحفز الاول هو انك تبقى بتلعب رياضه في الجيم مثلا، او بتجري في النادي، وانه تبدا ضربات قلبك تزيد. في اللحظات دي ممكن تدخل في بانيك اتاك، لان انت لما ضربات قلبك زادت ابتديت تخاف على نفسك، فاكرين السايكل؟ ولما خفت على نفسي ابتديت اقول لا، انا ما ينفعش يحصل كده، الزملاء بيتفرجوا عليا، انا ما ينفعش اغمى عليا في النادي في الجيم، كل ده ما ينفعش يحصل. فتدخل في البانيك اتاك انك بتحكم على اللي انت بتعدي فيه ده انه غلط، وتبدا تبقى عندك تجربه سيئه معاه. حاجة تانية ممكن توقعك في البانيك اتاكس هي اي عاطفة قوية، يعني الحزن الشديد. زي مثلا انه في ناس كتيرة لما تبدأ تحس بمخاوف معينة او بحزن شديد تحاول تهرب من الحزن ده. هروبك من الحزن بيوقعك في البانيك اتاكس. انت محتاج لما تبدأ تخاف تعرف ازاي تتعامل معاه. اوكي. تالت حاجة ذكريات، ان انت يبقى عندك ذكريات مؤلمة. اول ما يبدأ مخك يفتكر الذكريات دي وتعيد نفسها تبدأ تدخل تاني في القلق وفي التوتر وتدخل في حتة البانيك اتاكس. طيب ليه ده بيحصل؟ زي ما احنا اتفقنا انه انا مخي هدفه الاول والاخير انه يخليني اعيش. اوكي، هو ملوش دعوة بقى انا هعيش خايف، انا هعيش في السرير. مخي عايز يتأكد ان انا باكل وبشرب وبعيش عدد من الايام كتير على قد ما يقدر. فلما مخي بيلاقي انه انا بفتكر الذكريات القديمه اللي انا كنت فيها زمان بخاف قوي، اللي كنت فيها بهرب، اللي كنت فيها بجري، اللي كنت فيها بستخبى، اللي كنت فيها بصحى وبرجع، لما مخي يلاقيني داخل على القرف ده يبدا يقول لك لا 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 لا، احنا واضح ان في خطر دلوقتي. خطر ايه يا ابني؟ انا قاعد مع صديقي بفتكر الحادثه القديمه، انا قاعد بتفرج على فيلم. لا، مخي ما بيفهمش، هو مخي مش عارف انا فين ومش عارف ان انا دلوقتي في امان. فيبدا يدخل في الفايت او الفلايت او الفريز، فيبدا الادرينالين يعلى في المخ، فتبدا الاعراض الجسديه تحصل. فواحده من الحاجات المهمه انه انا اخد بالي دي التريجرز بتاعتي. يعني ايه دي التريجرز بتاعتي؟ يعني دي الحاجات اللي انا محتاج استعد لها كويس، ومحتاجه افتكر المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو التاني بتاع الاكاذيب بتاعت البانيك اتاكس. ساعات بتحصل المحفزات دي كارتباط شرطي. يعني مثلا انا اول مره حصل لي بانيك اتاك او اكتر مره اتهزقت فيها جدا من ماما، مثلا كنت في نفق ماشيين بالعربيه، هي بصت لي وفضلت تضربني، فانا كل ما باجي ادخل نفق بحس ان انا قلبي مقبوض، ما بحبش الاماكن دي، ما بحبش الريحه دي. دايما الناس اللي بتبقى عدت بترومات بتلاقي انه السنسورز بتاعتها اللي اتعرضت للصدمه، يعني شافوا حاجه سمعوا حاجه، بتلاقيهم فيري سنسيتيف، مش قادرين يسمعوا، مش قادرين يشوفوا، مش قادرين يكونوا موجودين في اماكن معينه. فبيحصل حاجه اسمها كونديشننج، يعني انا وجودي في المكان ده ارتبط بطريقه شرطيه انه في خطر بيحصل. خامس حاجه العشوائيه. يعني العشوائيه يعني اوقات كتيره قوي فعلا مش بيبقى فيه اسباب. ساعات الجسم فجاه يرياكت بحاجه زي كده. ممكن تكون سمعت خبر زلزال، ممكن تكون سمعت خبر موت حد من الناس الغاليين عندك، فخايف ده يحصل للدايره الاقرب ليك.
فالاسباب العشوائيه دي يعني حاجات متفرقه مش حدث واحد. بس اشهر محفزات هم الاربعه الاولانيين. قلنا انه انا مثلا ابقى بتمرن او ابقى في مدرسه وحصل لي انه في امتحان فانا بسترس فبخاف، انا في الجيم ضربات قلبي بتزيد بسرعه فبرتبك. في ناس تانية بيجيلها لما تفتكر ذكريات مؤلمة وأحداث صعبة في حياتها حصلت. في ناس بتجيلها لما تختبر الحزن الشديد، الخوف الشديد، يجيلها بانيك اتاكس. وفي ناس قلنا بيرتبط عندها بطريقة شرطية بأماكن كانوا فيها وتعرضوا لحاجات صعبة، فلما بيدخلوا تاني في الأماكن دي بيحسوا تاني بالبانيك اتاك. طيب الخطوة الثانية، احنا قلنا احنا في الحلقة دي بنتكلم على علاج للبانيك اتاكس. فأول حاجة قلناها ان انت محتاج تلاحظ المحفزات بتاعتك، محتاج تعرف ايه التريجرز، ايه اللي بيخوفني او ايه اللي بيدخلني في السايكل دي. لما ببقى داخل امتحان، لما ببقى بواجه حد. هديكم مثل، ساعات في السايكو دراما بيعملوا حاجة جميلة جدا. انا مثلا لما جيت اقف قدام مامتي وانا صغيرة في موقف معين ضربتني، فتعقدت ان انا اقف قدامها واقول لا لو سمحتي ما تكلمنيش بالطريقه دي، بقيت بترعب منها. فلما انت تيجي دلوقتي قولي لمامتك، انا بلاقي نفسي لا 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 لا, لا انا يغمى عليا، انا ما اقدرش اعمل ده. ففي السايكو دراما بيعملوا حاجه جميله قوي، بيجيبوا شخص يوقفوه في ظهرك، يكون الشخص ده انت عارفه، ويحط ايده عليك كانه بيقويك، كانه بيقول لك انت مش لوحدك النهارده. طيب ليه بيعمل كده؟ علشان خاطر المحفز ده بتاع ان انا هقف قدام ماما، انا عارف ان هو هيدخلني في البانيك اتاك، فانا عايزه حد يعمل كده، عايزه ابقى شايله القطه بتاعتي، عايزه ابقى بطبطب على نفسي. فانا هنا بتجنب ان انا ادخل في نفس التجربه بنفس الوضع القديم، بحاول اطمن نفسي المره دي انه انا هقدر اعدي الموقف ده ومش هيحصل لي زي زمان. الخطوه الثانيه، لاحظ القصه اللي بتقولها لنفسك لما بتقع في البانيك اتاكس. لاحظ قصه الذعر الخاصه بيك. يعني يا ترى بتقول لنفسك ايه في الوقت ده؟ انا مش عارف اتنفس، انا حاسس ان انا هيغمى عليا، لا 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 انا لازم امشي من هنا، انا لازم اجري، انا مش عارفه اتنفس. اللي انت بتقوله لنفسك لاحظه، لان اللي انت بتقوله لنفسك بيزيد الموضوع سوء. فبليز خلي بالك انت بتقول لنفسك ايه في الاوقات دي. اللي انت هتقوله انت هتنفذه. لو فضلت اقول لنفسي انا هيغمى عليا، انا لازم امشي، انتوا عارفين ان انت لو فضلت تهرب من البانيك اتاك هيفضل يجري وراك. يعني انت ما ينفعش ان انت تفضل تقول طب انا لازم امشي حالا لان انا بخاف من المكان ده. لا، حاول تثبت. اللي خلاني اقدر اتعامل مع الكلاب انه انا ما كنتش عايزه افضل طول عمري بخاف وبترعب منها. اللي خلى ناس تقدر تتغلب على مخاوف انها تواجه ناس بتحبها ان هي زقت نفسها مش ان هي هربت. فخلي بالك من القصه بتاعتك، خلي بالك انت بتقول لنفسك ايه في الوقت ده. لما عقلي بيبدا يسمع القصه بتاعتي وان انا ببدا اقول له مفيش حاجه خطر، مفيش حاجه خطر، انجي انا بقول لك اهو مفيش حاجه خطر، الشخص ده ما يقدرش يأذيكي، على فكره انت في امان، انت معاكي الموبايل بتاعك ومعاكي الفلوس، انت مش هتتوهي، المكان ده زحمه لكن انت سيف. لما ابدا اقول لنفسي انه انا في مكان سيف وان انا مش هيحصل لي حاجه، المخ بيبدا يفهم الكلام ده، والادرينالين يبدا يقل بقى شويه كده، والاقي جسمي ابتدى يهدى. ما انا بقول له هو مفيش حاجه خطر، ما تخافش، كله تمام. تخيل نفسك كأن معاك طفل صغير وانت بتكلمه وتطمنه، فعمال تقول له حبيبي ما تخافش، انت هتسمع زعيق او هتسمع دوشه بس مفيش حاجه مزعجه. انت تكلم لنفسك بالطريقه الدافيه دي. لازم نكون عندنا استعداد ان احنا نختبر بعض الاحاديث الجسديه. يعني لو انت هتفضل خايف على نفسك قوي انك انت مش عايز تختبر الاحاسيس دي، هتفضل تهرب من البانيك اتاكس. لكن محتاج تقول لنفسك لا، اتس اوكي ان انا هسقع شويه، اتس اوكي ان انا هحس بضيق نفس، بس هتعدي هتعدي. كانك ماشي مع حد عمال تاخده على قد عقله شويه، عمال تقول له اتس اوكي، واحده واحده باذن الله كل حاجه هتبقى تمام. البانيك اتاكس مش بتخوف. محتاجه اقول لانجي، انجي ما تخافيش، انا اللي هكلمها، احنا داخلين دلوقتي نزور الشخص ده، بس الشخص ده مش مسؤول عن تربيتك، وانت ينفع توقفيه لو اتضايقتي، انت محتاجه، انت كبرتي النهارده، انت بقيتي انت بقيت راجل، انت كبرت، ما ينفعش انه حد النهارده يحرجك او يهينك. مش معنى ان انت في علاقه مع حد انت بتحبه انه ينفع يسيء ليك. اتس اوكي وي كان مانج. فانت كانك بتطمن نفسك بنفسك. اخر حاجه، ثالث حاجه، هو ان انا ابدا اعالج الموضوع بقى. هنا محتاج ان انت تطلب مساعده. لو الموضوع استمر وانت مش قادر تتغلب عليه، اطلب مساعده. واحده من الحاجات اللي بنعملها اسمه العلاج بالتعرض. ممكن يبقى طبعا في ادويه، لو انت رحت لسايكاتريست ممكن يبقى في علاج من خلال سايكولوجيست او ثيرابيست. بس واحده من طرق العلاج انك انت تعمل فهم
للمشاعر وللافكار اللي بتبقى عندك، وتحاول تمانج الوقت ده. فمثلا طريقه العلاج بالتعرض ده هحكي لكم بس على واحده من الطرق زي العلاج بالتعرض. يعني انك تحاول تعرض نفسك بالتدريج للتجربه دي. يعني مثلا واحده من الحاجات اللي ساعدتني ان انا كنت بتخيل ان في كلب، والكلب ده هو واقف بعيد، فانا عماله اقول لا 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 ما تخلوش يدخل، فانا بتخيل ان هو واقف ورا الازاز، انا بس بلعب معاه من بعيد ورا الازاز. تخيلوا وانا بكلمكم دلوقتي انا فعلا بتخيل ده. فتخيلوا مثلا ان انا بقول لو الكلب صغير لا خليه يدخل، لا 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 لو كبير لا. طب بصي لو كبير بس مش هيلحسني اوكي، بس لو انا هنا بعمل ايه مع الخوف بتاعي، مع التوتر اللي بيجيلي، مع التنميله، انا هنا بعرض نفسي للتجربه سلولي. فحاجه من الحاجات اللي انت محتاج تبدا تعملها، في ثيرابيست كتيره، طرق ثيرابي كتيره، وفي مناهج علاجيه كتيره، بس اشجعك ان انت تجرب حاجه زي كده. كمان العلاج المعرفي السلوكي اللي هو السي بي تي، اللي هو ليه علاقه بازاي افهم نفسي وافهم المشاعر بتاعتي، ايه الافكار اللي بقولها لنفسي. في مشكله كبيره في انه افكارنا تبقى مرضيه، فبالتالي اللي بيجري جوانا دلوقتي افكار كارثيه، انا هموت، انا هيحصل لي حاجه. فدي برضو من المناهج العلاجيه اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. اتمنى المعلومات اللي قدمناها تكون مفيده. الثلاث حلقات دول introduction عن البانيك اتاكس، يعني ازاي افهم ايه هي البانيك اتاكس. اتكلمنا في الحلقه الاولى عن الاعراض وعن التعريف بتاع البانيك اتاكس، اتكلمنا عن السايكل، وفي الفيديو الثاني اتكلمنا عن اشهر اكاذيب البانيك اتاكس بيقولها لنا، وفي الفيديو الثالث النهارده اتكلمنا على طرق العلاج وازاي اتعامل مع نفسي ومع خوفي من خوفي. هو خوف من الخوف. الوعي حاجة مهمة جدا. كل ما انت بتزود المعرفة بتاعتك كل ما انت بتنضج اكتر. بحب جدا المقولة اللي بتقول تألمت، فعلا انت عديت بحاجات كتيرة صعبة، تعلمت فنضجت. قبل ما انت بتنضج بيبقى في وقت تعليم، واللي انت بتعمله النهاردة ده انك انت بتحاول تتعلم عشان خاطر تكسر الخوف بتاعك، وعشان تكون انسان حر، وعشان خاطر تعيش حياتك من غير ما تبقى عندك ذكريات او عندك حاجات دايما بتشدك لورا. حلو قوي ان انت تبقى السي او بتاع جسمك. حلوة قوي ان انت اللي تكلم خوفك، مش خوفك دايما هو اللي يكلمك. مبسوطة من التعليقات ومن الناس اللي بتشاركنا بحياتها، واحب جدا انه دايما نسمع منكم، ودايما نسمع من قصص نجاحكم، وكمان نسمع منكم لو لسه حتى مش حاسين بالنجاح ده، بس كفاية ان انتوا تشاركوا وتعرفوا ان انتوا مش لوحدكم. ميرسي جدا لمتابعة الحلقات.